ليه في حاجات في حياتك بتكبر وبتتعقد؟ الإجابة هنا مش لأنك مش قادر، الإجابة هنا لأنك بتأجل. الهروب مش حل، الهروب بيحول الحاجات الصغيرة قد كده لجبل كبير قد كده. يعني مثلا مشكلة حصلت ما بينك وما بين شخص، بدل ما تواجهه تكبر دماغك فالموضوع يتحول لخلاف كبير ما بينك وما بين الشخص ده. ورقة معينة في الشغل المفروض تقدمها في ميعاد معين، فتكبر دماغك فتعمل لك مشاكل كبيرة في الشغل وتعقد لك المواضيع وتحطك في ستريس انت ما كنتش محتاجه. مثلا شعور معين بالضيق مضايقك، بدل ما تفضفض وتطلع الشعور ده تقوم تهمله فيتحول لاكتئاب. هدف معين نفسك تحققه تفضل تقول بكرة وتسوف وتأجل، فتعدي عليك سنين وانت واقف في مكانك. طب الحل ايه؟ الحل انك تبدأ تتحرك ولو بخطوات بسيطة. يعني مشكلة حصلت ما بينك وما بين واحد، اقعد اتكلم معاه هتلاقي الموضوع انتهى. ورقة معينة في الشغل قدمها، مسج معينة ابعتها، احساس مضايقك طلعه، هدف معين نفسك تشتغل عليه اشتغل عليه، ان شاء الله 5 أو 10 دقايق في اليوم. انت في الاخر لما تكسر دايرة الهروب دي هتكتشف ان الحاجات اللي انت كنت بتهرب منها ومأجلها ومكبرها في دماغك هي في الحقيقة صغيرة جدا واصغر بكتير من الحجم اللي انت كنت حاططها فيه. فالخلاصة ان الهروب لو ريحك 5 دقايق فهو هيتعبك وهيعقد لك الامور 5 سنين قدام. فابدأ النهاردة اتحرك واكسر دايرة الهروب وما تأجلش حاجة، على قد ما تقدر وبحاجات صغيرة اعملها في مواعيدها. هتلاقي حياتك مشيت أسهل بكتير من الأول، وهتلاقي نفسك حاسس برضا عن نفسك وبدأت تتقدم يوم عن يوم تاني. قولوا لي ايه رأيكم في الكومنتس، ولو محتاجين نتناقش في أي حاجة ياريت تقولوا لي وتعالوا نتكلم فيها مع بعض. Thank you.